يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشتيني بجد يا بيبي، وانت كمان وحشتني قوي. عمالة اتصل بيك ولا انت عايزة تردي عليا. الرصيد خلص؟ مالك يا زميكس؟ بتفكر في ايه؟ اسكت يا عم والنبي. انا كنت بكلم البت بتاعتي وفجأة الرصيد خلص ومش معايا فلوس انزل اشحن. مش عيب عليك؟ قاعد بتفكر ومعاك ابو التفانين ده، انت جيت في ملعبي يا معلم. انجز يا عم بافكار امك اللي هتودينا جهنم دي. صدق عيب، انا اوديك جهنم؟ ده انت صاحبي، ما عشان انا صاحبك هخش جهنم. خلص يا عم قبل ما ابويا يجي من الشغل. ابوك نايم دلوقتي، روح اتسحب وخد التليفون منه وهو مش هيحس بيك. شكلك هتوديني في داهيه. روح بس يا زميلي ما تخافش وانا وراك. انا هروح وربنا يستر. معلش يا روحي، اصل رصيدي خلص. مش انا قلت لك ما تكلمنيش غير ما تتقدم لي؟ اتقدم ايه يا بنتي؟ انا لسه بدرس. لا ماليش دعوه، انا متقدم لي 5 رسائل واللي هيدفع اكتر انا هتجوزه. ايه اللي يدفع اكتر دي؟ هو انت فاكره نفسك مين؟ رمضان صبحي مثلا؟ بتكلمي مين يا بت؟ مين الوقت اللي بتكلميني؟ انت يا زفت قوم افتح الباب. مفيش حد عايز يفتح الباب. حاضر يا عم، اللي على الباب جايلك. الحاج حسين. اهلا يا حاج، اتفضل. اهلا ولا سهلا. ادخلك بيتي وامنك على عيالي وانت تعكس لي بنتي؟ انا يا حاج عكست بنتك؟ انا ارخي معاك ليه؟ انت مش سايدي غير كده.